ولمزيد من المعلومات ينضم إلينا من رام الله ضياء حوشية. ضياء، ما هي المعلومات المتوفرة لديك حول حملة الاعتقالات التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ نعم، يعني 12 فلسطينيا تم اعتقالهم من مدن الضفة الغربية. شملت هذه الاعتقالات مدينة نابلس والخليل ومدينة رام الله وأيضا بيت لحم. تم اعتقال 12 فلسطينيا بزعم وحجة أنهم مطلوبون لأجهزة الاحتلال الإسرائيلي وأنهم مسؤولون عن إلقاء الحجارة وما إلى ذلك من مزاعم إسرائيلية. أبرز هذه الاعتقالات كان للطفلة عهد التميمي التي هي من قرية النبي صالح قرب مدينة رام الله. اعتقلها الجيش الإسرائيلي بعد تحريض استمر لأكثر من أسبوع من قبل قوى اليمين المتطرف في إسرائيل، بعد أن قامت هذه الطفلة وشقيقتها بطرد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي دخل ساحة منزلها وقام بالتمركز هناك. هذه الفتاة احتجت على ذلك وقامت بدفع أحد الجنود ومن ثم طردهم من ساحة منزلها، وهو أيضا ما دفع اليمين المتطرف في إسرائيل إلى شن حملة كبيرة جدا ضد هذه الطفلة التي أسفر فجر هذا اليوم عن اعتقالها من قبل قوات من الجيش الإسرائيلي. هذه الطفلة اقتيدت إلى مراكز التحقيق للاستجواب وتم مصادرة أجهزة الهاتف التابعة لذويها ووالدها أيضا، وحتى أن بعض المعلومات تحدثت أنه تم اعتقال يعني أحد أقربائها من داخل المنزل. هذه التفاصيل المتوفرة حتى الآن، ولكن هناك حالة من السخط لدى كثير من المتضامنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين يتعاطفون مع هذه الفتاة التي تعتبر رمز المقاومة الشعبية السلمية في بلدة النبي صالح وفي مختلف الأراضي الفلسطينية. ضياء، نريد أن نعرف منك أيضا التفاصيل المتوفرة لديك حول، لنتكلم قليلا عن ردة الفعل في الشارع الفلسطيني وردة الفعل الرسمية فيما يخص الفيتو الأمريكي. الرئاسة الفلسطينية اعتبرت الفيتو استهتار بالمجتمع الدولي وهناك ردات فعل واسعة. ما هي بحسب المعلومات المتوفرة لديك الرد الفلسطيني الرسمي على هذا الفيتو في الأيام المقبلة؟ نعم، الرد الفلسطيني الرسمي سيتمثل بتوجه الفلسطينيين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في غضون 48 ساعة كما قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. وكذلك أيضا هناك دعوات للتظاهر يوم غد. ستكون هناك تظاهرات حاشدة في مختلف الأراضي الفلسطينية بدعوة من المجلس الثوري لحركة فتح الذي انعقد يوم أمس ودعا إلى تصعيد المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال وضرورة المواجهات عند نقاط التماس في كافة مدن الضفة الغربية. هذه الدعوات ستكون باكورتها يوم غد الأربعاء. ستنطلق مسيرة حاشدة، سيتم التجمع عند قاعة الفصول الأربعة في مدينة البيرة ومن ثم التوجه نحو حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس للمواجهة مع الجيش الإسرائيلي الذي استعد فعليا بشكل كبير جدا خلال الأيام الماضية وما زال يعني يدفع بتعزيزات إلى مدن الضفة الغربية خوفا من تفجر الأوضاع أكثر فأكثر. إضافة إلى ذلك ستكون هناك يوم الجمعة القادم مسيرة غضب عارم في كافة الأراضي الفلسطينية ومسيرات ستنطلق من مختلف مدن الضفة الغربية وحتى أيضا في مدينة القدس عقب صلاة الجمعة ستكون هناك مسيرات حاشدة ستنطلق. ومن ثم يعني من المتوقع أن تقمع قوات الاحتلال الإسرائيلي بعنف أكثر هذه المرة لثني الفلسطينيين عن التظاهر ودفعهم إلى عدم التظاهر في وجه نقاط التماس الإسرائيلي. لربما أيضا هذا اليوم وخلال الساعة القادمة ستنطلق وقفة احتجاجية في جامعة بيرزيت قرب مدينة رام الله، وعقب الوقفة ستتوجه هذه المسيرة إلى نقاط التماس وتحديدا عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة وعند حاجز بيت إيل. لربما أيضا ستقع مواجهات خلال الساعة القادمة.